السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ انا دينا صلاح ودي قناتي. لو اول مرة تشوفوني انزلوا تحت الفيديو واضغطوا على كلمة اشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة اسهل وصفة لعمل البليلة باللبن، سهلة وسريعة ومش مكلفة. بصوا، ده كيس من القمح المقشور، انا بستخدم الضحى علشان نوع كويس يعني. عادي ممكن تجيبي اي نوع. انا هاخد منه كوباية ونص. هو الكيس نص كيلو بيبقى فيه 3 كوبايات، انا هاخد ربع كيلو يعني هاخد كوباية ونص. انتي عايزة تعملي الكيس كله عادي، بس ضعفي الكمية يعني في اللبن وفي السكر وفي كل حاجة. بصوا انا كده اخدت ربع كيلو ويعادل كوباية ونص. غسلته كويس وبليته. هسيبه بقى في المية 8 ساعات، من 6 ل8 ساعات. بصوا كده كان قعد معايا 8 ساعات في المية. هو انا ببله في المية علشان يسهل معاكي عملية السوا. بعد كده معايا حلة فيها مية مغلية على البوتاجاز، هنزل فيها بالقمح بتاعي. هسيبه بقى على البوتاجاز ساعة لحد ما يستوي معاكي خالص. هياخد معايا ساعة على البوتاجاز. بصوا هنا كانت الحبة، بص استوت ازاي واتفتحت معايا. هنزل عليها بلتر من الحليب يكون سخن. عندي بقى معلقتين قشطة، ودي اختياري. لو هتستكفي بالقشطة اللي في اللبن تمام. انا كان عندي قشطة قلت هحط معلقتين بتديها طعم كويس. نزلت بقى بعود قرفة ومعلقة نشا مدوباها في نص كوباية مية، دي بقى بتديها قوام ممتاز. نزلت بقى بكوباية من السكر. نزلت عليهم بمعلقة فانيليا، لو عندك اكياس حطي كيسين بس. وكده خلصت معانا، سهلة ومش بتاخد وقت، وانتي بتعملي مصالح بيتك كده اعمليها لولادك وفرحيهم، مش هتاخد منك اي وقت. بصوا انا التزيين بقى والمكسرات دي على حسب الرغبة. انا كان عندي جوز هند وزبيب، حطيت عليها جوز هند وحطيت عليها زبيب. لو عندك فول ممكن تكرمليه على البوتاجاز وتحطيه عليها، بتبقى تحفة. بص قوامها عامل ازاي، مستوية وقوامها حلو وكان طعمها حلو. دخليها بقى التلاجة ساعة. هي بتتاكل سخنة عامة في الشتاء، وعادي عايزة تاكليها سخنة براحتك، بس الجو حر بقى لما تحطيها في التلاجة وتخرجيها بتبقى طعمها تحفة. بصوا قوامها عامل ازاي، جربيها وان شاء الله هتعجبك. كده خلص الفيديو بتاعنا، ولو عجبك الفيديو اضغطي على كلمة اشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.